ما تسرد قصة كما يرددها المسلمون بتفاخر، وهي للأسف ليست تفاخر، أن محمد تزوج ب9 نساء في مجتمع بيعلي من شأن المرأة والارتباط بامرأة واحدة أو بحب واحد. anyway، فكيف يتسنى لي أنا كطفل أن أتخيل أن القائد محمد هذا تزوج ب9؟ ما هذه الشراسة وما هذه الصورة اللي هي تمكنت، أو الشخصية دي اللي تمكنت من الجمع؟ ماليش دعوة بقى 4 على الذمة ولا لا، هيكون ماذا؟ هتخيلوا ايه؟ هرسمه بأنه صورة. فبطبيعة الحال للأسف قصصنا الستوريز اللي احنا بتتحكى وقد لا يكون لها أساس من الصحة أحيانا أو في معظم الأوقات، هي التي تتسبب في النظرة لشأننا كمسلمين. تفجيرات وقتل في لندن وغيره وغيره، ده احنا غير سالمين في مجتمعاتنا الإسلامية من مسلمين تحت أي شعارات. دول اتدمرت بفضل الإسلام، دول اتدمرت بفضل الإسلام والخيانة. ماذا يكون الأمر؟ يعني مع احترامي، يعني يعني زيتنا في دقيقنا زي ما بيقولوا، جبهات وتنظيمات وإرهاب وكمان عند اللي استضيفونا وفتحوا بابهم. اقروا الدستور بقى بتاع الدول اللي انتوا بتروحوها وشوفوا ايه الناس دي بتفكر ازاي. اولا قدرت تعمل ادابتيشن، تكيف، وتقبل زي ما هم قبلوك انك تبقى محترم، ريسبكتفول، احترم. لكن مش هروح اقول لهم الاسلام هو الحل. ايه هو؟ في ايه؟ في ايه بقى؟ ما كفايه بقى، ما كفايه، كفايه. وبعدين عايز تقاطع منتجات، قاطع يا سيدي، وقبل ما تقاطع رجع الباسبور بتاعك في دولة الكفر زي ما انت بتطلق عليها ومجتمع الكفر، وسيبها. خلي اهلها يعيشوا في بحبوحة من العيش. ما انت عيب عليهم. بتاخد اماكن التعليم بتاعتهم، وبتاخد اماكن الصحة بتاعتهم، وبتاخد الدخول الانكمز بتاعتهم، عشان انت طالع يا اما لاجئ يا هربان من مجتمعك اللي هو ما بيقدملكش. خلاص يا دكتور ناصر يا عم اسمع والعزم. النهارده عندما يتحدد المرض والناس اللي يبقى عندها بنات وتحدد مستويات المرض، هي نفاسه المرض ملوش تحديد. بيع. اسمع، مش عايزك تفتيلي وما تعمليش رقبتك كده وتسمع. الدكتور بيتكلم الطلاق المرض يعني يوفر اسباب الحياه. دكتور انا عارف ناس اصدقاء ليا، اسمع، دنيا ودين، لا يا صريحه في القرآن. بيقول لي بلا ايه بقى استغفر الله العظيم يا دكتور. اسمع. يا دكتور ازاي يا دكتور اللي حضرتك بتقوله ده يا دكتور؟ احنا بنسمع. لا انا ما اسمحلكش. ازاي يعني؟ انا كده ازاي؟ اطلع بره. لا ما نطلعش بره. بنتكلم فيه ده دين يا دكتور. ده دين. ازاي حضرتك؟ يا عم يعني ايه حضرتك؟